لاباس عليكم؟ كنتمنىكم ان شاء الله تكونوا كاملين بكم بصحه وعافيه وتكون احوالكم طيبه. وانتم كتشوفوا هذا الفيديو من بعد الغياب الطويل على القناه. كانت عندي ظروف خاصه، الحمد لله على كل حال. اللي بغاها ربي مرحبا بها، اللهم لك الحمد على كل شيء. الحياه كتستمر وحنايا كنستمروا معها بالحلو ديالها وبالمر ديالها، الحمد لله على كل حال. بعض المتتبعات الوفيات ديالي طلبوني انني نشارك معهم وصفات تكون بسيطه ديال الكيك، خصوصا الكيك هكذا اللي كيحتاجوه يعطيوه وليداتهم المدرسه مثلا يفطروا لهم بها. كما كتعرفوا الاطفال ما كيبغيوش يفطروا في الصباح. اذا كان هكذا شي كيك يكون المذاق ديالو مزيون فاكيد غيبغيو ياكلوه يتناولوه في الفطور. ونقدروا مثلا نعملوا به الميريندا اولا في نهايه ديال الاسبوع كنبغيو هكذا شي فطور يكون مزيون مع الاسره. فهاد الانواع ديال الكيكات غيكونوا يعني اختيار مناسب. وان شاء الله كنوعدكم انني غادي ندرج لكم بزاف ديال الانواع ديال الكيكات على حسب الاذواق. كاينه بعض المتتبعات بغاوني نعمل لهم كيكات اللي تكون نباتيه صالحه للناس النباتيين اولا اللي كيكون عندهم الحساسيه ديال البيض. فان شاء الله غادي نحاول كل مره على قدر المستطاع انني ندرج لكم هكذا وصفات تكون عندي يعني معتمده وناجحه واكيد المذاق ديالها مزيون. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم واحد الكيكه المذاق ديالها كيجي لذيذ بزاف، كيكه خفيفه والمذاق ديالها مذاق بلدي فيه المذاق ديال اللوز. وانتم كتعرفوا الكيك اللي كيكون بالزبده كيكون لذيذ، حتى القوام ديالو كيجي هشيش وكيكون مزيون. فهاد الكيكه غادي تكون فيها الكميه ديال الزبده اكثر من ديال الزيت. فتابعوا معايا المقادير. عندي هنايا 4 ديال الحبات ديال البيض، الحجم ديالهم هكذا متوسط. الا كانوا عندكم ديال العبار ديال اكس ال يعني كبارين تقدروا تعملوا 3. انا هنايا عندي الحجم متوسط يكونوا بدرجه حراره المطبخ. عندي هنايا كاس ديال السكر. بالنسبه للكاس هذا اللي زايد شويه على ديال العنبه، تقريبا كيهوز واحد 200 مليلتر. وعندي هنايا كاس ديال الحليب نفس العبار. بالنسبه للزيت غادي نعمل تقريبا غير واحد 2 ديال الملاعق، تقريبا واحد 4 كاس ديال الزيت. عندي هنايا 2 ديال الساشيات ديال الفاني، تقدروا تعملوا غير وحده. كما ممكن انكم تعملوا المستخلص ديال الفاني كيجي احسن. وعندي هنايا النكهه ديال اللوز ضروريه في هذه الوصفه اذا بغيتوا تحصلوا على ديك الطعم اللذيذ ديال هذه الكيكه. فجربوها بالطعم ديال النكهه المركزه ديال اللوز. بالنسبه للزبده هنايا تقريبا عندي واحد 125 غرام ديال الزبده، تقريبا بالعبار ديال الملعقه. تقدروا تعملوا واحد 3 ديال الملاعق كبارين بومبي ديال الزبده. انا استعملت زبده حيوانيه حيت المذاق ديالها كيجي لذيذ. ما تعملوش المارغرين بالاضافه انها ماشي صحيه فالمذاق ديالها صراحه ما كيجيش مزيون في الحلويات. بالنسبه للدقيق عندي هنايا 2 ديال الكيسان بهذا العبار هذا ديال الدقيق. وغادي نزيد لهم ملعقتين ديال النشا حتى هو عندي مغربل. وهنايا خميره ديال الحلويات من فئه 15 غرام. الحبيبات ديالي اللي هما في المغرب يعملوا 2 ديال الساشيات. وما نساوش بطبيعه الحال قبصه ديال الملح لتصحيح الذوق. عندي هنايا واحد الكميه ديال الكوكو حمرتها حتى خدات هذا اللون هذا الذهبي. كيجي المذاق ديالها مزيون، كيجي فحال النوازيد وكيختلف على الكوكو العادي. هنا غادي نعمل واحد 2 ملعقتين حتى هما في الخليط، واللي باقي غادي نخليه للتزيين. صافي المقادير بسيطه يعني ما فيهاش شي حاجه اللي مختلفه، اللهم الطريقه هي اللي مختلفه. هنايا في هذا الاناء هذا اللي كيسخن غادي نعمل الحليب، كميه ديال الحليب والكميه ديال الزبده حتى هي. غادي نحاول الزبده ماشي ضروري تكون يعني بدرجه حراره المطبخ حيت حنايا غادي نذوبوها في هذا الحليب. وغادي نزيد معاهم 4 كأس ديال الزيت. في هذا الكأس هذا غادي نعمل لكم العبار ديال تقريبا ديال 2 ملاعق هكذا تقريبا ديال الزيت. اللي ما متوفراش على الزبده تقدر تعمل كأس ديال الزيت. بالحق صدقوني بالمذاق ديال الزبده كتجي مزيونه هذه الكيكه بزاف. وغادي نعمل واحد الصوبري ديال الفاني هنايا مع هذا المزيج هذا. وغادي نعملهم يسخنوا يعني غير يدفاو، ما خصناش نغليوهم. صافي غادي يدفاو. في هذا الاثناء ملي الحليب عندي كيدفى عملت هنايا 4 ديال الحبات ديال البيض. غنزيد معاهم قريصه ديال الملح والنكهه ديال اللوز تجي المذاق ديالها مزيون بزاف خفيف وماشي ثقيل. وحتى المذاق ديال الزبده
كيجي مزيون مع هاد المكونات هادي، مع الساشي ديال الفاني والسكر. وغادي نخدم غادي نطرب البيض والسكر يعني بطريقه عاديه ديال الكيك. من بعد عاد غادي نزيد المقادير اللي عندي كتدفى. صافي ملي خدمنا الخليط هكذا وكيصبح يعني اللون ديالو فاتح ودخلت كميه ديال الهواء مزيانه، غادي نضيف هاد الخليط هذا اللي عندي دافي، يعني غير دافي ماشي يعني سخون بزاف. هنا دابت لي الزبده، غادي الخليط هذا صافي كنعمل غير واحد تخليطه خفيفه هكذا. وكنبدا بالاضافه ديال الدقيق اللي عندي. كنذكر انني نعمل 2 ديال الاكواب ديال الدقيق مع ملعقتين ديال الدقيق النشا و خميره ديال الحلويات من فئه 15 غرام. ممكن تعوضوا الملعقتين ديال النشا بالدقيق ديال اللوز اذا بغيتوها تجي غنيه اكثر ويجي المذاق ديال اللوز مركز. كنبدا نضيف الدقيق شويه بشويه وانا كنخلط وصافي. من بعد غادي نعملها في القالب. وهنايا غادي نزيد الملعقتين ديال الكوكو اللي احتفظت بهم واللي باقي غادي نخلي للتزيين، حتى هما غادي نزيدهم كيجيو مزيونين وكيعطي واحد الاضافه مزيانه لهذا الكيك. بالنسبه للدقيق بطبيعه الحال عينكم ميزانكم، يعني على حسب الخليط. اذا كان الدقيق كيتشرب السوائل فما غاديش تحتاجوا اكثر من 2 كيسان، 2 اكواب عفوا ديال 200 غرام. ولا احتاجتوا شفتوا الخليط باقي خصو شويه ديال الدقيق غادي تزيدوا على اي. القوام ما خصوش يجي ثقيل بزاف، يعني فقط يجي على هذا الشكل هذا. وهنايا كاخر اضافه غادي نزيد واحد الملعقه ديال الخل اللي دائما كنزيدوها في الكيكات باش كتعطينا الهشاشه والقوام اللي كيكون مفشفش ديال الكيك. وصافي هنايا عملت الخل العادي تقريبا واحد الملعقه كبيره. وغادي تشوفوا معايا ان الخليط ملي كنزيدوا له هذا الخل هذا فهو كيزيد يتقل وكيعقد. لهذا فالكميه ديال الدقيق اللي عطيتكم فهي كافيه. صافي هنايا الخليط ها هو واجد. بالنسبه للقالب انا غادي نعملو هكذا في القالب طولي، لبستو هكذا بالورق ديال الفرن. كيجي ساهل ملي كتجيو ديموليوه وتزولوه من القالب كيجي ساهل. وغادي نفرغ الخليط. وبالنسبه للفرن يعني الكيكه دائما كندخلها على الفرن يكون بارد، عاد كنشعلو وصافي كنشعلو غير من الاسفل وعلى درجه ديال 170 تقريبا، ما بين 160 و 170 درجه. وصافي حتى يكمل الطياب ديالو نرجع معكم ان شاء الله. الكيك ديالنا حبيباتي ها هو وجد. خليته برد واحد شويه ودابا غادي نديموليه من القالب ديالو وغادي نعملوا واحد التزيين بسيط اللي كيبقى اختياري على حسب الذوق ديالكم. كيف ما كتشوفوا معايا حبيباتي جا تبارك الله طالع ومنفوخ وجات فيه التحميره رائعه. بالنسبه لهاد الجوانب فمساله عاديه اننا ملي كنخويو الخليط ديال الكيك فهو كيدخل في الثنايا ديال الورق، ولكن ماشي مشكل حنا كنقطعوهم وكذلك التزيين كيغطي وكيفيني له الشكل ديالو. بالنسبه للتزيين انا غادي نعمل هنايا القليل من النباج اللي ممكن تعوضوه بالمربى اولا العسل على حسب المتوفر اللي عندكم. الغرض اننا خصنا اي حاجه عملناها من الفوق غادي تثبت عليه. وعندي هنايا الكوكو محمر. انا صراحه الكوكو محمر كيعجبني بزاف المذاق ديالو، وطبيعه الحال ممكن تعوضوه بلي زاموند ايفيلي، تقدروا تعملوا الكاوكاو يعني الفول السوداني، كما ممكن تعملوا الجوز حتى هو كيجي مزيون، اولا فقط تخليوه هكذاك حسبي حتى هو كيجي مزيون، كيجي بحال الكيك اليومي غير فقط مع الاضافه ديال المذاق ديالو كيجي رائع جدا. صراحه من الكيكات اللي كننصحكم انكم تجربوهم وان شاء الله غادي يعجبوكم، وانا متاكده انه غيرجع معتمد عندكم. صافي غادي ندهنوا مزيان مزيان بهذا النباج هذا وصافي. بالنسبه للحلاوه راه ما كيجيش حلو حيت انا عملت غير فقط كوب. ممكن اللي كيعجبها الحلاوه بزاف فتقدر تعمل حتى كاس ونصف، يعني كوب ونصف، ولكن هو غير بديك الطوكي هذا كيجي مزيون مع هذا النباج كيجي المذاقات كتجي متواتيه. هنايا عملت واحد الطبقه لا باس بها ديال الكوكو. صراحه انا كثرت واحد شويه حيت كيعجبني المذاق ديالو. ممكن انكم تكتفيو غير بالقليل يعني رشيشه خفيفه. وكيف ما كتشوفوا معايا زينته، فضلت انني نزينه هكذا فوق الورق باش اي حاجه تفرتت او لا طاحت كتبقى في هذا الورق هذا. وكنهزوا الكيك يعني كيجي المنظر ديالو احسن وكيجي كيبقى الطبق مزيون. شوفوا معايا كيفاش جا منفوخ تبارك الله، وجا عالي وجا سبونخوسو، يعني
يعني ما كيجيش نهائيا قاصح، وكتجي فيه واحد التعليكه مميزه جدا. يعني بديك الاضافه ديال ملعقتين ديال الكوكو صراحه عطات واحد الاضافه مزيونه، والمذاق ديال الزبده كيتواتى بشكل كبير مع الكوكو. من الكيكات اللي كنصحكم انكم تعملوها. وكتعرفوا بان الكيك اللي كيكون مخدوم بالزبده صراحه المذاق ديالو كيجي لذيذ، غير هو كيكون شويه غني بالكالوريات. يعني الناس اللي متبعين حميه فما يكثروش من هاد الانواع ديال الكيكات، يعني مره ماشي مشكل. هكذا ملي كنبغيو نعملوا شي حاجه الطعم ديالها مختلف ومزيون، اولا ما جي عندنا شي ضيف عزيز، اولا فقط هكذا نعطيوها لوليداتنا يدوها معاهم من المدرسه. شوفوا معايا كيفاش كتجي من الداخل غزاله. كنتمنى التعليكه تبان لكم. كيجي اسبونخوسو مفشفش وفي نفس الوقت معلك، كيجي مزيون. ان شاء الله تجربوه وتعتمدوه، وضروري تقولوا لي في التعليقات كيفاش جاكم. هنايا كنحاول انني نصور لكم من الداخل كيفاش كيجي مزيون بزاف، يعني خفيف وفي نفس الوقت معلك وغني بطبيعه الحال. وصافي هنايا وصلت معكم نهايه ديال الفيديو. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم والاستحسان ديالكم، وكنقول لكم شكرا جزيلا على المشاهده وعلى المتابعه وكذلك على الوقت ديالكم. شكرا من القلب، ونتلاقاكم فيديوهات مقبله ان شاء الله مع وصفات واقتراحات جديده. مع السلامه والى فيديو مقبل بحول الله.